أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. في لحظات معينة في حياتنا بنحس إن الدنيا وقفت، إن مفيش بعدها ضوء ولا أمل ولا بداية تانية، وجوانا صوت صغير بيقول خلاص دي النهاية. لكن الحقيقة ولا دي النهاية ولا دي حتى البداية، دي بس عبارة عن محطة صغيرة في طريق طويل، طريق مليان دروس ووجع، بس كمان مليان رحمة. كلنا مرينا بلحظات وجع وانكسار وبخيبة أمل، بس في فرق بين اللي بيقف عندها وبين اللي بيكمل رغم كل اللي بيحصل معاه. النهاردة هنتكلم سوا عن معنى بسيط لكن ممكن يغير حياتك بالكامل. مشكلتك مش نهاية العالم، يمكن هي اللي هتخليك تبدأ تعيش صح. كل واحد فينا ليه مشهد محدش يعرفه، ليلة قضاها بيحاول يفهم هو ليه حصل له كل ده، نهار صحى فيه وهو مش قادر يكمل، دمعة نزلت وهو بيحاول يضحك. بس الحقيقة إن الضيق مش دايم، اللي بيضيق هو نظرتنا للأمور لما تكون جوه الألم. لو خرجت خطوة واحدة بس بره الدايرة هتشوف إن في حاجات تانية بتحصل، وفي فرص بتتخلق من جوه اللي كنت فاكره نهايتك. ربنا ما بيكسرش حد عشان يتسلى، بيكسر بس عشان يلين قلبك، يفتح لك باب كنت مغمض عينك عليه، ويخليك تشوف نفسك بعين مختلفة. الناس اللي راحت، الحاجات اللي ضاعت، الفرص اللي ما جتش، كلها مش نقص، دي إعادة ترتيب. ساعات الفقد بيبنيك أكتر من المكسب، بيخليك تكتشف مين الحقيقي ومين كان مجرد محطة، وبيعلمك أهم حاجة في الحياة، إن اللي اتاخد مش هو بس اللي يبنيك ويكملك، اللي هيكملك هو جواك أنت. كل سقوط مش دعوة للنهاية، هو تمرين على النهوض. زي الطفل أول ما بيتعلم يمشي بيقع كتير بس بيقف تاني. كل مرة بتقوم بتتعلم حاجة جديدة عن نفسك، عن قوتك، عن ربك. قول لنفسك أنا مشكلتي مش نهاية العالم، أنا بس في اختبار وأنا هنجح فيه. الغلطة مش عيب، العيب إنك تفضل تلوم نفسك على سنين عدت، على اللي فات خلاص. خد منه حكمة وكمل. الندم الحقيقي مش في البكاء على الماضي، الندم الحقيقي إنك تضيع الحاضر عشان حاجة خلصت. مفيش حد سبقك ولا حد متأخر عنك، كل واحد ماشي في طريقه بظروفه وبدروسه. ما كنتش لازم تكون زي حد، كنت لازم تكون انت. لما تبطل تقارن نفسك هتكتشف انك كنت بخير طول الوقت، بس كنت شايف نفسك بعين مش بتاعتك. يمكن تحس انك لوحدك، بس صدقني في اللحظة اللي بكيت فيها ومحدش سمعك كان هو شايف وسامع. في اللحظة اللي فقدت فيها الأمل كان هو بيرتب لك طريقك بالطريق الجديد اللي هتمشي فيه. اللي بيحب ربنا عمره ما يضيع أبدا، حتى لو اتأخر بيتأخر لحكمة مش لعقاب. مشكلتك مش نهاية العالم، هي يمكن بداية فصل جديد في حياتك، فصل هتطلع منه إنسان أقوى، أهدى، أنضج. ما تستعجلش، ما تستعجلش الحل، وسيب الأمور تمشي في طريقها، لأن كل شيء وله وقت، وكل وجع وله سبب. وكل ما تحس إنك خلاص وقعت افتكر الكلمة دي، يمكن اللي بيحصل دلوقتي هو اللي هيخليني أوصل لبكرة اللي كنت بدعيه من سنين. فما تستسلمش وخد نفس وكمل، الدنيا مش نهايتك، دي مجرد بداية لحياة جديدة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشاركوها مع كل اللي تعرفوهم. أشوفكم على خير يا رب، وأتمنى لكم السعادة من كل قلب.